وطوال تاريخه شعب غير ثوري لا يثور. نعم. ولا نذكر له في التاريخ ثورة واحدة ذات قيمة ربما غير ثورتي المصريين ضد الحملة الفرنسية اللي استمرت 3 سنوات في أواخر القرن ال19. فالشعب المصري شعب لا يثور ويتحمل، والبعض يقول يقبل الضيم، لكن له مزايا أخرى. شعب ذكي، شعب جلد، يعمل بهمة، شعب طيب، شعب كريم، لماح، في صفات كثيرة. ولكن الشعب المصري معروف تماما بأنه شعب يخاف، وده بسبب وضعه الجغرافي محكوم بالنيل، وأي سلطة بمنتهى السهولة تبعت تجريدة على النيل بمجموعة من السفن تسكت أي ثورة أو أي تمرد في أي مكان في مصر. بالإضافة أن الأرض مسطحة، يعني ما فيش حد يهرب من الحكومة إطلاقا. فلآلاف السنين الشعب المصري لا يثور ولا يتمرد، ولذلك اللي بيحكم الشعب المصري وبيقضي على النظام القائم هو دايما بيكون محتل قادم من الخارج. فده وضع يعني لا نستطيع تغييره.